بمناسبة احتفالكم بعيد ماري مرقس الرسول، أحب أن أكلمكم قليلا عن ماري مرقس. أولا، ماري مرقس لم يولد في بلاد فلسطين. في مرة من المرات كانت عيلته في اضطهاد معين، فذهبت إلى شمال أفريقيا وولد هو هناك في منطقة جزء من 5 المدن الغربية. تاني حاجة، ماري مرقس كان من أسرة متدينة جدا، كان يمت بالقرابة، في قرابة بينه وبين بطرس الرسول، وفي قرابة بينه وبين برنابا الرسول. ولذلك بطرس الرسول في إحدى رسائله قال: تسلم عليكم المختارة التي في بابل، يقصد بابليون الدرج، ومرقس ابني. يقول مرقس ابنه من ناحية السن والقرابة يعني. وأم ماري مرقس كانت امرأة متدينة للغاية، ولذلك كان بيتها أول كنيسة في المسيحية، بيت ماري مرقس. والقديس بطرس الرسول لما خرج من السجن نزل زي كما يقول الكتاب في أعمال الرسل على بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس، حيث كان المؤمنون يصلون. ماري مرقس كان له اسمين، اسمه اليهودي يوحنا، واسمه اللاتيني الروماني مرقس. أنا فاكر لما زرت الرئيس كارتر رئيس أمريكا في أبريل 77، فقلت له إن بيت ماري مرقس كان أول كنيسة كما ورد في سفر أعمال الرسل 12:12. ما كانش عارف، قال لي I'll check my Bible، يعني هراجع الحكاية دي في الكتاب المقدس بتاعي. مش بس بيت ماري مرقس كان أول كنيسة في سفر أعمال الرسل، بل بيت ماري مرقس كان الكنيسة اللي فيها المسيح غسل أرجل التلاميذ، واللي فيها عمل معاهم أول قداس في العشاء الرباني. كل ده في بيت ماري مرقس اللي ذكر في إنجيل يوحنا من إصحاح 13 إلى 16 أو 17. وكان في البيت ده علية صهيون، علية اللي بيصلوا فيها. وبيت ماري مرقس أيضا هو المكان الذي حل فيه الروح القدس على التلاميذ ونزل عليهم كألسنة من نار، وتنبأوا وتكلموا بألسنة. كل ده كان بالنسبة لبيت ماري مرقس وعيلة ماري مرقس. وده يذكرنا بأن في القرن الأول للمسيحية، في أول عهد المسيحية، لما ما كانوش عندهم كنايس ومش قادرين يبنوا كنايس، كانوا بيعملوا بعض البيوت كنايس، كما ورد في الرسالة إلى روميا إصحاح 16: سلموا على أكيلا برسكيلا والكنيسة التي في بيتهما. وفي رسائل أخرى بيت نمفاس كان كنيسة، والبعض بيقول ليديا بقاعة الأرجوان كان بيتها كنيسة.
فكانوا بيستخدموا بعض البيوت ككنائس. فأول بيت استخدم ككنيسة هو بيت ماري مرقس. تاني حاجة عايز أقولها لكم على ماري مرقس، إن ماري مرقس خدم مع برنابا الرسول ومع بطرس، ثم تفرغ للخدمة مع بولس الرسول، وفضل مع بولس الرسول واشترك في غالبية تبشير الكنائس اللي بشرها بولس، وظل معه إلى حين استشهاده. ففي رسالة تيموثاوس الثانية إصحاح 4 بولس الرسول بيقول لتيموثاوس: ديماس تركني لأنه أحب العالم الحاضر إلى آخره، وقال له: خذ مرقس وأحضره معك لأنه نافع لي للخدمة، الخدمة كنسية. ففضل مع بولس الرسول إلى أن تم استشهاده سنة 67 ميلادية، وماري مرقس استشهد بعدها بسنة. نمرة 3 اللي عايز أقولها لكم على ماري مرقس، إن ماري مرقس لما جه مصر كانت الخدمة متعبة جدا. لم يكن هناك كنائس في مصر، ولم يكن هناك مؤمنون إلا لو كان أي عدد متفرق من اللي حضر يوم 50. فما كانتش الخدمة سهلة. كان مصر بتحكمها الدولة الرومانية بما فيها آلهة الرومان، آلهة الرومان الكثيرة تحت رئاسة الإله جوبتر إله الرومان. وقبل كده كانوا حكموها بلاد اليونان والهكسوس، فكان فيها آلهة يونان تحت رئاسة زيوس كبير الآلهة هناك. وكان في 2 من أحياء الإسكندرية يهود، وكان في آلهة تبع الفرس اللي جت من شرق وغرب، وكان فيه الفلسفة الوثنية المتعبة، وهو ما كانش يملك أي شيء. وأول واحد آمن به اسمه أنيانوس. أنيانوس يعني حنانيا، حنانيا وأنانيا وأنيانوس يعني ماشية كده. وأنيانوس ده نتيجة أن ماري مرقس كان بيروح بلاد كتيرة ويساعد بولس وغيره، رسمه أسقفا، يعني ياخد باله من الخدمة أثناء غياب ماري مرقس. ولما استشهد ماري مرقس، أنيانوس الأسقف هذا صار أول خليفة لماري